ولا ما بينفعناش. قال لنا إن الخوف طبيعي، لكنه لما يتحول لهلع بيشل التفكير. الأهم دايماً إنك تهيئ نفسك ذهنياً قبل الامتحان. قول لنفسك أنا مستعد حسب طاقتي وهعمل اللي أقدر عليه. ابدأ دايماً بالمذاكرة السهلة. المذاكرة السهلة بتحفز مخك بدل البداية الصعبة اللي بتفزعك. بلاش تحولها دايماً لبعبع سنوي، دي سنة وهتعدي زي كل السنين باجتهادك وبس. الفقرة اللي جاية عايزة أقول لكم أعمل إيه لما أزهق. لو زهقان ومخنوق من المذاكرة دلوقتي، جرب الخطوات اللي هقولك عليها، هتنفع معاك وهتنجح. أول حاجة، ذاكر في وقت نشاطك. كل بني آدم مننا عنده وقت نشاط، إما الصبح أو بالليل. اختار الوقت اللي دماغك فيه صاحية دايما. قسم المذاكرة بتاعتك ل20 دقيقة تركيز و5 دقايق بريك. دي تقنية اسمها بومودورو وفعالة جدا. غير مكانك أو طريقتك، ذاكر بصوت، ارسم خريطة ذهنية أو اسمع تسجيل، أو حتى ذاكر مع أغنية خفيفة. أنا عن نفسي كنت بسمع راديو نجوم FM. كافئ نفسك على كل إنجاز. لما تتعب افصل شوية، اخرج اتمشى، خد نفس وارجع. اعمل جدول مذاكرة حقيقي ووزعه على باقي الأيام، خصوصاً لو بتشتغل مع المذاكرة بتاعتك. ما تنساش الدعاء قبل وبعد المذاكرة، وصلاتك أهم حاجة ربنا بيعين بيها. في ختام حلقتنا من نقطة تحول المرة دي، عايزة أقولك إن نقطة التحول مش إنك تذاكر 24 ساعة، لكن إنك تفهم دماغك وتنظم وقتك وتخلي المذاكرة خفيفة على نفسك.